نزولا عند رغبة بعض الإخوة والأصدقاء، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور سامي الديب، أبدأ بنشر سلسلة من الحلقات أشرح فيها قواعد اللغة الآشورية المعاصرة، كما دأبت على ذلك منذ مدة وباللغة الآشورية. لذا أبدأ هذه الحلقة الأولى بتقديم نبذة مختصرة جدا عن اللغة الآشورية. اللغة الآشورية التي يتكلم بها قسم كبير من المسيحيين في الشرق الأوسط، وقسم لا بأس به من المسيحيين مسيحي الشرق الأوسط، هي بحسب علماء الآثار واللغة سليلة للغة السومرية الأكدية البابلية، وهي قريبة أو تربطها قرابة كبيرة باللغة الآرامية. مرت هذه اللغة بعصور من التقدم والتأخر، مثل الناطقين بها من الآشوريين الذين سكنوا بلاد ما بين النهرين، والذين هاجر قسم منهم في الجيل الخامس عشر نتيجة الاضطهاد الكبير الذي شنه تيمور-لنك على المسيحيين في الشرق. هاجروا والتجوا إلى الوديان والجبال الشاهقة والوديان العميقة في شمال وادي الرافدين، أي في منطقة هكاري الواقع اليوم في جنوب شرق تركيا. وبعد الحرب العالمية الأولى، ونتيجة أيضا للاضطهاد الكبير الذي قامت به الدولة العثمانية ضد المسيحيين من الأرمن والآشوريين والكلدان والسريان واليونان، هاجر كل تقريبا أو قسم الكبير من الآشوريين من قراهم في منطقة هكاري إلى إيران، ومنها إلى العراق. وبعد أن مكثوا في مخيم أقيم لهم من قبل الإنجليز وقوات التحالف آنذاك، أقاموا بعد ذلك في شمال ووسط العراق. كما قلت، إن اللغة هي كائن حي، وهو ينمو، يتطور، يزدهر وينكمش استنادا إلى الحالة المعيشية السياسية الأمنية الثقافية للشعب الذي ينطق أو يتكلم بتلك اللغة. واليوم وبعد الحرب العالمية الثانية، حيث اجتمع الكثير من الآشوريين في مناطق مختلفة من العراق الحالي، والذي لم يكن موجودا قبل 1921، اجتمعوا في بعض المراكز مثل حبانية وبغداد وكركوك والموصل، وهناك تدريجيا ازدهرت أحوالهم الاقتصادية والمعيشية والأمنية، فبدأوا يهتمون من جديد بلغتهم وبتراثهم وبآدابهم، فأسسوا مدارس لتعليم أولادهم هذه اللغة. فأنا بنفسي درست في إحدى هذه المدارس في مدينة كركوك، المدرسة الآشورية الأهلية، ولمدة 6 سنوات المرحلة الابتدائية درست فيها. وكان إضافة إلى المنهاج الرسمي للتدريس في العراق آنذاك، كان لنا يوميا حصة كاملة لتعلم اللغة الآشورية.
وكما يعلم بعض المهتمين بالشأن الآشوري بالشأن المسيحي في الشرق الأوسط أن هذه اللغة مع أختها اللغة الكلدانية واللغة السريانية تستعمل النسخة القديمة منها في طقوس كنائس هذه الشعوب حتى يومنا هذا. ونحن الآشوريين خاصة اهتمينا كثيرا باللغة وحاولنا أن نحافظ عليها، لذا حتى اليوم بالرغم من كل الصعوبات ومن كل الاضطهادات ومن كل العراقيل التي كانت جميع الحكومات التي تعاقبت على العراق وعلى بلدان أخرى من الشرق الأوسط تضعها أمام تطور هذه اللغة، وكانت تمنع أن نتعلم هذه اللغة في المدارس الرسمية أو في المحافل الرسمية، لكننا أصرينا على أن نحافظ عليها ونطورها. وارتأيت أنا قبل عدة سنوات أن أكتب قواعد جديدة للغة التي نتكلمها اليوم، وأقدم كما قلت نزولا عند رغبة بعض الأصدقاء، أقدم الآن سلسلة من الحلقات حول قواعد هذه اللغة وتعليم هذه اللغة بطريقة علمية، بطريقة مدرسية أكاديمية. أتمنى أن تنال وأن أستطيع أن تنال رضا المستمعين والمشاهدين، وأن أستطيع أن ألبي رغبتهم في تعلم هذه اللغة، ومن الله نسأل التوفيق للجميع. سأبدأ في هذه الحلقة الأولى بالحروف والحركات، الفصل الأول. وطبعا هذا هو ترجمة غير حرفية للكتاب الذي ألفته قبل سنة، الذي نشرته قبل سنتين، وسميته أيضا القواعد الحديثة للغة الآشورية المعاصرة، ونشرته باللغة الآشورية. ولكن كما قلت الآن بدأت بترجمته إلى اللغة العربية، وأقدم حلقات على اليوتيوب عنها. نبدأ بالفصل الأول، وهو عن الحروف والحركات. في اللغة الآشورية هناك 22 حرفا ساكنا و7 حركات. مثل اللغة العربية الحركات أو الصوتيات ليست مثل اللغات الأوروبية حروف كاملة تكتب مع الأحرف الأخرى، ولكنها هي عبارة عن نقاط، وسنأتي عليها، توضع فوق أو تحت الحروف. والحروف الأساسية في اللغة الآشورية هي 22 حرفا، وهي على مجموعتين، تنقسم إلى مجموعتين نسبة إلى كتابتها: الحروف الاعتيادية أو الصغيرة مثل الإنجليزي small letters، وتستخدم في كتابة النصوص الاعتيادية، والحروف الكبيرة أو نسميها strangilo capital letters، وتستخدم في كتابة العناوين والمانشيتات، وتكتب بدون حركات. هذه الثانية الكبيرة تكتب عادة بدون حركات. وفي اللوح التالي سردت كلتا المجموعتين وما يقابلها باللغة العربية. وأود أن يعلم القارئ بأن هذه الحروف تتصل ببعضها إما من جهة اليمين أو من جهة اليسار أو من كلتا الجهتين. وهنا أضع خط صغير قبل وبعد كل حرف في هذا اللوح أو هذا الجدول للدلالة على إمكانية ارتباط أو اتصال الحرف هذا بالحروف الأخرى من جهة اليمين أو من جهة اليسار أو من الجهتين كما ترون هنا. هنا أكتب في هذا اللوح هذه الأعمدة: العمود الأول حول الحرف الصغير، الحروف الصغيرة، الثانية الحروف الكبيرة، واسم هذا الحرف كيف نسميه،
وما يقابله باللغة العربية في اللغة العربية، وبعض الملاحظات حوله. نبدأ بالحرف الأول الذي هو ألب. ألب، ويقابل الهمزة على الأكثر باللغة العربية، الهمزة، وبعض المرات المدة أو الأليف الممدودة، الهمزة، ويسمى ألب. والحرف الثاني بيت، يسمى بيت ويكتب صغيرة هكذا وكبير وتقريبا مشابهان. بيت، وهو الباء في العربية. جمل. جمل، الحرف الثالث جمل، ويقابل الجيم ملفوظة على الطريقة المصرية ج وليس ج. ج. دلت. دلت. دلت، وهو حرف الدال. دال. هي، يكتب صغيرا هكذا وبالصرنجيل هكذا. هي، وهو الحرف الهاء. واو. واو مثل العربية واو. زين مثل العربية زاء. خيت. خيت، وهو الخاء العربية. طيت. طيت، وهو الطاء العربية. يود. يود، وهو الياء. كاب. كاب، وهو الكاف. وهذا الحرف له 3 أشكال. عندما يأتي في البداية في الوسط يكتب هكذا، وعندما يأتي في النهاية يكتب هكذا، هذا الأخير. هنا عندنا هذا بالوسط، وبالأخير عندما يكون متصل مع الحروف الأخرى. ولكن إذا جاء في النهاية، في نهاية الكلمة منفصلا، فيكتب هكذا. لمد. لمد، وهو حرف اللام. ميم، هو حرف الميم أيضا بالعربية، فيكتب هكذا بالبداية والوسط، ويكتب هكذا في النهاية سواء كان متصلا أو منفصلا. نون، حرف النون، وهذا أيضا له أشكال مختلفة. فإذا جاء في وسط في بداية الكلمة وسطها يكتب هكذا، ولكن إذا جاء في نهايته فيكتب بهذه الطريقة، هذا القسم. أوكي، إذا كان متصلا مربوطا مع الكل، ويكتب هكذا إذا كان منفصلا. سمكث. سمكث أو سمكت، وهو حرف السين. عي أو اي، وهو حرف العين في اللغة العربية. بي. مثل البي اللاتينية، لا يوجد هذا الحرف في اللغة العربية، لأن في العربية عندنا باء، ليست لنا بي. صادة. صادة، وهو حرف الصاد. صاد. قوب، وهو حرف القاف. ريش، وهو حرف الراء. شين، وهو حرف الشين أيضا عربي. تاو، وهو الحرف الأخير، ويقابله بالعربية حرف تاء. ومن الجدير بالذكر أن هذه الحروف تجمع حسب ترتيبها الأبجدي في 6 كلمات هي أبجد، هوس، خطي، كلمن، صعبس، قرشت. وهذه أبجد هوس ليست عربية في الأصل، هي نسبة إلى الحروف الآشورية والآرامية التي لها هذا التسلسل في الأبجدية، لأن اللغة العربية ليست لها هذا التسلسل. التاء ليست الأخيرة في اللغة العربية، إنما الياء هي الأخيرة. لكن أبجد هوس خطي كل من صعبس قرشت هي على اللغة الآرامية والآشورية وليست على اللغة العربية.
لنا شيء آخر، قسم آخر من الحروف المضافة نسميها الحروف الملينة. ملينة أي أدخل عليها تليين، نسميه ركاخة. نظرا لعدم وجود حرف محدد لبعض الألفاظ الواردة في الكلمات التي دخلت إلى اللغة الآشورية من لغات أخرى، عمد علماء اللغة إلى إدخال بعض العلامات على بعض من الحروف لإعطائها ذلك اللفظ الجديد. وهذه العلامات هي نوعين: أولاها عبارة عن نقطة كبيرة توضع تحت الحرف، وثانيها عبارة عن خط قصير متموج يوضع تحت الحرف كما نرى في هذا اللوح. حرف الباء عندما توضع نقطة كبيرة تحته يتحول اليوم إلى الواو، يلفظ كواو، لكن في الأصل كان يلفظ في الإنجليزية، حرف الفي، ولكن لا أدري لماذا نتيجة مرور الأزمنة واحتكاك اللغة الآشورية باللغات الأخرى تحول لفظ هذا الحرف في إلى حرف واو أيضا. حرف الجمل إذا وضع تحته نقطة كبيرة يتحول إلى غين، إلى حرف الغاء العربية، عين أو غين. وإذا وضع تحت حرف الجمل خط متموج بهذا الشكل اللي ترونه، فهذا الحرف سيتحول لفظه إلى جيم، العربية كما يلفظها العراقيون والسوريون واللبنانيون. والحرف الدال تحته نقطة كبيرة يتحول إلى ذال، الذال. كذلك حرف الكاف إذا وضعت نقطة كبيرة تحته يتحول إلى خاء، إلى الخاء. وإذا وضع تحته خط متموج فيلفظ عند ذلك كحرف تش، كما في الإنجليزية في church CH، تحول مثل لفظه كما CH الإنجليزية كما في الكلمة church. أوكي. وحرف ال P إذا وضع تحته قوس كما نرى هنا يتحول إلى فاء، لأنه ليس وجود لحرف الفاء في الأصل اللغة الآشورية، في حروف اللغة الآشورية الأصلية فاء، يتحول هذا إلى فاء. شين، حرف الشين إذا وضع تحته هذا الخط المتموج فيلفظ عند ذلك جين، يصير جين مثل الجي الفرنسية كما في جان. والحرف التاء أو تاو إذا وضعت نقطة تحته يلفظ ثاء، يصبح ثاء. طريقة رسم الحروف: هناك 3 خطوات يجب اتباعها لرسم الحروف بصورة صحيحة وسهلة. أولا، يجب الانطلاق من على السطر دائما، يجب أن نضع قلمنا يدنا على السطر. ثانيا، الكتابة تكون من اليمين إلى اليسار كما في العربية. ثالثا، الكتابة تكون من السطر فما فوق ومن السطر فما دون، ليس كما هناك قسم يبدأون من فوق السطر وينزلون إلى السطر، هذا غلط. إنما دائما نبدأ من السطر إلى فوق وإلى تحت ومن اليمين إلى اليسار كما هو مبين هنا في هذا الشكل. رسمت خطوات رسم الحروف وأعطيتها هذه الأرقام. فالألب تكتب قبلا من هنا هيك كذا وتصعد كذا، وليس كما يعمل قسم يعملها هيك وينزل من فوق إلى تحت، لا. البيت كذلك 1 2 3، جمل 1 2 3 وهلم جرا. الحركات هي عبارة عن نقط صغيرة أو نقاط صغيرة توضع فوق أو تحت الحروف الساكنة لإعطائها صوتا معينا. وعدد الحركات في اللغة الآشورية المعاصرة هي 7. الحركة الأولى اسمها سقابة،
بالبي سقابة، وشكلها هو نقطتان مائلتان إلى جهة اليسار توضعان فوق الحرف مباشرة ليعطيانه صوت فتحة طويلة أو مدة. مثلا الباء فوقها نقطتين تصير باء، باء. بيت فوقها نقطتين باء. دلت سقابة دا، واو سقابة وا. نسمي هيك عندما نتهجى نقول بيت سقابة باء، دلت سقابة دا، واو سقابة وا. با دا وا. الحركة الثانية هي بتاخة، بتاخة، وشكلها نقطتان إحداها فوق الحرف والأخرى تحت الحرف، وتعطيان للحرف صوت فتحة قصيرة، فتحة قصيرة، كما في كلمة خط باللغة العربية، خط. فالباء بيت بتاخة به، به. دلت بتاخة ده، واو بتاخة و، ب د و، ليس كما هذا با دا و. وهناك له تطبيقات سوف نأتي على شرحها في حينه. زلامة ياريخة، الحركة الثالثة تسمى زلامة ياريخة، ومعناها زلامة طويل. ياريخة يعني طويل، زلامة معناها كسرة، ممكن أن نقول باللغة العربية. وشكله هو عبارة عن نقطتان مائلتان توضعان تحت الحرف مباشرة، وتعطي له صوت حرف E بالإنجليزية كما في كلمة when، يعني تعطي له صوت A لا ولا E. والرابع هو زلامة كرية أو الكسر القصير، كرية معناه قصير، وشكلها نقطتان أفقيتان توضعان تحت الحرف، وتعطي له صوت كسرة كما في كلمة قط، قط العربية قط. لا نقول قيط قيط، إنما نقول قط، ليس مثلا بيت زلامة ب، دلت زلامة د، واو تصبح و، ب د و. الحركة الخامسة هي الرواخة، الرواخة، وهي عبارة عن هي مركبة من حرف الواو الساكن فوقه نقطة، يعني الحرف الواو مع النقطة يشكلان حركة الرواخة، والتي تعطي صوت أو وليس أو كما في كلمة جو الإنجليزية جو. فباء مع الرواخة تصير بو، ودلد مع الرواخة تصير دو، وواو مع الرواخة تصير و بو دو و. والحركة السادسة هي الرواسة، وهي عبارة عن أيضا حرف الواو ولكن تحته نقطة، وتعطي للحرف، وتوضع طبعا بعد الحرف، يعني لا توضع فوقه كما النقاط، وإنما هذه الرواخة والرواسة توضعان بعد الحرف مباشرة، وتعطيان له صوت أو كما في الكلمة العربية سكون، واو هنا سكون، لا نقول سكون ولا سكون، إنما سكون أو. مثلا باء مع الرواسة تصير بو، دلت مع الرواسة تصير دو، واو مع الرواسة تصير وو بو دو وو. أوكي. أما الحرف الأخير السابع هو خواصة، وهو عبارة عن يود، حرف يود تحته نقطة، ويوضع أيضا بعد الحرف
الساكن يعطي له صوت الياء العربية، كما في كلمة أبي، إي يعطي صوت إي. في الباء مع الخواصة تصير بي، والدلد مع الخواصة تصير دي، والواو مع الخواصة تصير وي. هذه هي الحركات في اللغة الأشورية. الآن نتمرن قليلا على قراءة الحروف مع الحركات. أولا نأتي مع الحركة الأولى هي سقاطة، نقرأ هكذا: الألف با جا دا و ها و زا خا طا يا كا لا ما نا سا با صا قا را شا تا. ومع البتاخة نقرأها هكذا: ب ج د ه و ز خ ط ي ك ل م ن س ب ص ق ر ش ت. أما مع الزلام الطويل: ب ج د ه و ز خ ط ي ك ل م ن س ب ص ق ر ش ت. مع الزلام القصير: ب ج د ه و ز د خ ط ي ك ل م ن س ب ص ق ر ش ت. مع الرواخة: او بو جو دو هو وو زو خو طو يو كو لو مو نو سو او بو صو قو رو شو تو. مع الرواسة: او بو جو دو هو وو زو خو طو يو كو لو مو نو سو او بو صو قو رو شو تو. مع الخواصة: اي بي جي دي هي وي زي حي طي يي كي لي مي ني سي اي بي صي قي ري شي تي. إلى هنا أتوقف، أنهي الحلقة هنا لأنه صارت 27 دقيقة تقريبا، ولا أريد أن أطيل الحلقات كي لا تكون مملة. ألقاكم في الحلقة القادمة، وأستودعكم الله، وإلى اللقاء.